حابين نتكلم على موضوع الكشف المبكر. احكي لنا اكتر عنه. ده سؤال حلو قوي، لان سيدات كتير قوي طول الوقت بيسمعوا عن الكشف المبكر، واحنا بنعمل ندوات توعيه وحملات والتلفزيون والرئيس عامل صحه محدش عارف ايه الكشف المبكر ده اصلا. صح. طب ايه الكشف المبكر؟ الكشف المبكر ليه وقت وليه طريقه. الوقت بتاعه اي سيده وصلت سن 40 سنه، دي المقاييس العالميه بتقول لنا اي سيده وصلت 40 سنه بتشتكي او ما بتشتكيش. وفي الحقيقه احنا عايزين اللي ما بيشتكيش، يعني عايزين الست تتم 40 سنه تجري تعمل كشف مبكر، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اشعه ماموجرام، اشعه سونار، دكتور متخصص في الثدي يفحصها فحص اكلينيكي. بالثلاث حاجات دول السيده لو طلعت فري ما فيهاش مشكله، نقدر نقول لها مبروك، انت طمنتي على نفسك، انت ما عندكيش اي مشكله خالص. طب في سن ال40 لو المريضه ما عندهاش تاريخ وراثي، يعني ما فيش حد في الاسره اصيب بسرطان الثدي قبل كده، تبدا من سن 40 سنه. لو في تاريخ وراثي من سن 35 بنقول لها محتاجه تتجهي تعملي الكشف مبكر، تطمني على نفسك من سن 35 سنه. بالنسبه للماموجرام في كتير سيدات بيبقى عندها خوف من ألم الماموجرام. اخطاء كتير جدا منتشره في المجتمع عندنا عن الماموجرام. تروح الست ترجع تقول لها ده انا اتوجعت قوي، مش هروح تاني، اوعي تروحي. وانتشرت بقى المعلومه دي بشكل رهيب. وللاسف دي معلومه غلط جدا. اشعه الماموجرام عباره عن شريحتين، شريحه تحت وشريحه فوق. الثدي بيتفرد على الشريحه اللي تحت، لازم يتفرد بشكل سليم. لو اتفرد بشكل سليم الشريحه اللي فوق يا دوب بتضغط ضغطه بسيطه قوي على الثدي عشان الصوره تتاخد. طيب فهو الموضوع بسيط. واشعه الماموجرام بقى ليها اهميه كبيره جدا. مرحله صفر سرطان ثدي ما بتبانش غير في اشعه الماموجرام. مرحله صفر سرطان ثدي لو اكتشفناها بتخف بنسبه 100%. فالماموجرام ليه اهميه رهيبه، اكيد رهيبه. فانا دايما اقول للستات يا ستي لو بيوجع ما يوجع، صح، ده 30 ثانيه، يعني وجعه ليه فوائد كتير بالظبط جدا. من ضمن الكشف المبكر الكشف الذاتي. انا كست كيف بقدر اعمل كشف ذاتي بالبيت؟ ده سؤال حلو قوي ومهم قوي، لان الكشف الذاتي ده بنخاطب بيه كل البنات والسيدات، مش في سن معين. بيقدروا يعملوه بالبيت من غير ما يروحوا لدكتور مختص. برافو عليكي. هنعمله في البيت من امتى؟ اول ما البنت تبلغ وهي بنوته صغيره لغايه ما لا نهايه بقى، لغايه ربنا يدي كل سيده طولة العمر يعني تعمله. ايه بقى عباره عن ايه؟ برضو ليه ميعاد وليه طريقه. ميعاده امتى؟ انا دايما انصح السيدات بعد انتهاء الدوره الشهريه، اخر يوم في الدوره الشهريه تفحصي نفسك الفحص الذاتي. طب لو سيده انقطعت من عندها الطمث، اتقطعت الدوره الشهريه، تفحص نفسها من امتى؟ تحدد لنفسها يوم في الشهر. فور اكزامبل مثلا انا يوم واحد من كل شهر هعمل الكشف الذاتي، لان انا ما عنديش علامه. هتيجي واحده ثانيه تقول لي ما انا شايله الرحم، انت برضو كده هتقولي انا يوم واحد في الشهر هعمل الكشف الذاتي. الكشف الذاتي بيتعمل ازاي؟ دايما اقول للسيده نامي على ظهرك، حطي مخده ناحيه كتفك اللي هتفحصي صدره. يعني انا دلوقتي هفحص صدري الشمال، احط مخده تحت كتفي الشمال عشان يبقى ده عامل كده شويه، واحط ايدي ورا راسي، وايدي اليمين بتفحص صدري الشمال العكس والعكس. طيب ليها برضو طريقه، مش باي طريقه بايدي، براحه صوابعي. يعني ايه راحه صوابعي؟ يعني الحته دي، الحته اللي فوق دي لو انا اتخيل ان ده الثدي يبقى بضغطه وحركه دائريه على حته في الثدي. طيب امتى اقلق بقى؟ لو انا بعمل الكشف ده حسيت كتله قد الحمصايه، ترمسايه، فولايه، ليمونه بقى تبقى كبيره قوي، ساعتها اقلق واتجه اكشف على طول. طيب ايه الخطا الشائع اللي بنعمله في الكشف الذاتي؟ تيجي البنت او السيده تمسك صدرها كده غلط، هتحس كلاكيع كتير قوي، هتقلق على الفاضي. بالظبط، هتقلق على الفاضي. طب يا ترى الكلاكيع دي حاجه 99% بتبقى ولا حاجه، بتبقى عباره عن ايه؟ انسجه الثدي الطبيعيه، دهون، الياف، غدد، قنوات، اكياس، حاجات كتير قوي اوريدي موجوده في التكوين الطبيعي للثدي عندنا.